حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اختكم هناء بتسلم عليكم. انا جبت كيلو لبن. واحده حبيبتي اسمها هويده قالت لي هناء اعملي الجبنه الفلاحي في البيت، خطيره جميله وكفايه ان هي تبقى بايدنا. جبت كيلو لبن غليته وسبته دافي. جبت له زبدايه مع معلقتين خل، قلبتهم مع بعض مع معلقه سكر وضفتهم على اللبن. وبعدين ولعت الفرن 5 دقايق. بعد ما حمى طفيته وحطيت فيه اللبن. طبعا بعد ما خلطت الزبادي بالخل باللبن، سبتهم في الفرن لغايه ما يعني هديوا شويه. وبعد كده لما لقيته ابتدى يبقى جبنه، حطيت له قماشه، ادي القماشه اهي. وبعد كده حطيته في المصفى، راح عامل مصفي الشرش ده وحطيت عليه حاجه تقيله. بعد ساعتين 3 ايه اللي حصل؟ اصبح عندي بقى جبنه فلاحي بجد جميله وخطيره. انت لو عملتوها هتسعدوا بيها. هي صح كلفتني زي 20 جنيه، ولكن هي زي 30 جنيه، ولكن هي طعمها احلى. انا عارفه ان انا لو جبت نص كيلو هيبقى ب25 جنيه، هي دي متكلفه 30، اغلى 5 جنيه عن اللبن. ولكن انا متاكده انها لبن نضيف. بايديكي ان شاء الله هتعجبك، جربي. العلم بالشيء ولا الجهل بيه. كانت معاكم اختكم هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.